هاي جايز، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الفيديو هيكون مميز جدا ومهم جدا، لان الفيديو النهارده هيكون من اهم الفيديوهات اللي هتنزل على القناه، لان هو متعلق بالسنه الجديده. قبل ما اعمل اي حاجه هوريكم الكراسه بتاعت اهدافي اللي انا كنت كاتبه فيها اهدافي يوم 31/12/2025، وكنت ناويه اعمل ايه السنه دي، والمفروض دلوقتي كنت ابقى ايه. هي دي يا جماعه الكراسه بتاعت اهدافي اللي انا كنت كاتبه فيها كل الحاجات اللي انا ناويه اعملها في 2025. تعالوا اوريها لكم واوريكم كنت كاتبه فيها ايه، واوريكم الجورنال اللي انا عملته يوميها. بصوا، ده الجورنال اللي انا عملته يوميها، هقراها لكم. سنه جديده، بدايه جديده، نور جديده. وكمان كنت كاتبه عن اول يوم عشته في 2025. ملخص الكلام ان هو كان يوم مثالي جدا، عملت فيه كل اللي انا عايزه اعمله. اتعلمت انجليش، وقريت الكتاب اللي انا عايزه اقراه، وسمعت البودكاست اللي انا عايزه اسمعه، وقريت وصليت كل الصلوات في ميعادها، وقريت ورد يومي، وكمان اتفرجت على كيد دراما، وظبطت نفسي، وعملت كل اللي انا عايزاه. ده يوم حرفيا، اليوم ده كان تقريبا اكتر يوم مثالي عشته. ده كان بالنسبة للأيام. اليوم أول يوم أنا عشته في 2025 والجنرال. تعالوا دلوقتي أوريلكوا أهداف اللي أنا كنت كاتباها. بصوا يا جماعة، هي دي هقراها لكم. أول حاجة، ركزوا معايا. أنا مستعدة أتعلم اللغة الكورية بكل يسر، مستعدة أتعلم اللغة الإنجليزية بكل يسر، مستعدة لقراءة أكثر من 100 كتاب، مستعدة إن أنا أصلي كل الفروض في وقتها، مستعدة إن أنا أصلي على الرسول كل جمعة، مستعدة أحب أصدقائي للأبد. ملاحظة يا جماعة، أنا من ضمن أهدافي في حياتي إن أنا علاقتي مع صحابي تكون مترابطة، نفضل على طول مع بعض، ما يحصلش بينا يعني أي خلافات أو أي عارفين انتوا الحاجات اللي بتحصل ما بين الصحاب دي، خليهم يتفرقوا بقى والجو ده. فانا هدف من ضمن اهدافي اصحابي يفضلوا معايا على طول. نكمل. مستعده ان انا اشتري السماعات اللي كان نفسي فيها، ومستعده ان انا اشتري توت باج. التوت باج اللي انا كنت عايزه اشتريها كانت غاليه شويه، ما كانتش سعرها من الاسعار اللي هو المتداوله، كانت غاليه شويه وكانت شكلها حلو، فكنت عايزه اشتريها. مستعده ان انا اكون اكثر جهدا وتفوقا. تعالوا بقى نشوف انا حققت ايه من الاهداف دي السنه. الاهداف اللي انا حققتها السنه دي من الكراسه دي كلها كانت ولا حاجه. فهو ده الفيديو اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. الفيديو بتاعي موجه للناس اللي ما عملتش ولا حاجه السنه بتاعت 2025، او الناس اللي هي خدت الخطوه الاولى بس مش عارفه تكمل او مش عارفه تعمل ايه كده. هات ورقه وقلم عشان الكلام اللي انا هقوله ده كلام مهم جدا جدا. قبل ما نكتب اهدافنا لازم يكون عندنا يقين لثلاث حاجات مهمين جدا. اول يقين لازم يكون عندنا ان زي ما هننجح المره اللي احنا هننجح فيها دي، هنفشل قدامها 100 مره. هقولكوا على حاجه، تعرفوا تعملوا مثلا مكرونه بشاميل من غير بشاميل، او محشي ورق عنب من غير ورق عنب؟ هو ده الفشل. الفشل هو باختصار مكون كبير جدا من مكونات النجاح، او مكون اساسي. فلما تفشل ده نبأ كويس. يعني هقولكوا على حاجه، ممكن تلاقوا ريلز على الانستجرام، او مثلا حد او ايا كان ايه بيقول لكم ان مش شرط عشان تحاول، مش شرط انك حتى وانت بتحاول تنجح، او مش شرط انك مثلا عشان تنجح تاخد وقت كتير. هقول لكم على حاجه، مش هكدب عليكم، لكن ممكن يكون الكلام ده صح، بس الحالات دي يا جماعه بتبقى قليله جدا جدا جدا. يعني ممكن تلاقوها 1 في مليار. اللي معروف ان اللي هو من زرع حصد. انت كل ما بتفشل مره لازم كده تجيب ورقه نوته. انا النهارده فشلت في كذا. فشلت ليه؟ عشان انا مثلا عملت حاجه غلط في حته كذا. ال100 مره اللي انت بتفشل فيهم او اللي انت بتفشلي فيهم، انت بتتعلمي فيهم 100 حاجه. انت مش بتفشلي، انت بتتعلمي 100 حاجه، او 100 حاجه انت ما كنتش شايفاهم قبل ما تبداي الطريق بتاعك. اليقين التاني ان لازم يبقى عندكم ان يا جماعه المثاليه مش زي ما انتوا فاكرين. المثاليه مش ان كل يوم تقومي انا النهارده اتعلم انجليش ساعه، في كل استبدال السنه كلها بتعلم انجليش النهارده لمده ساعه، بتعلم انجليش النهارده لمده ساعه. بصوا يا جماعه، مش دي المثاليه خالص. المثاليه في الاستمراريه، مش ان كل يوم تعملي نفس الحاجه. ليه؟ لان اوقات مش كل يوم بنعرف نعمل نفس الحاجه بنفس الخطه اللي احنا حاطينها. يعني مثلا لو انا النهارده عندي عايزه اذاكر ساعه لمده ساعه انجليش، فالنهارده ما ذاكرتش، فعشان اكيد حصل لي ظرف، فهل ده مثلا يمنعني ان انا اكمل عن هدفي، او ده يخليني فاشله؟ لا. لازم نبقى مدركين ان احنا زي ما هنذاكر، زي ما هتيجي ظروف كتير تعطلنا، هتيجي ايام هنبقى تعبانين فيها جدا، هتيجي ايام هيحصل لنا حاجات رخمه. المثاليه مش في الخطه اللي احنا حاطينها، المثاليه في الاستمراريه. ان انا النهارده كان عندي ظرف وكانت الدنيا وحشه، لكن النهارده ذاكرت انجليش 5 دقايق. انا ذاكرت حتى لو قليل.
النهارده ذاكرت 5 دقايق، بكره ذاكرت ساعه، بعده ذاكرت ربع ساعه، بعده ذاكرت نص ساعه، بعده ذاكرت ساعه ونص، فهكذا انت مستمره على هدفك وعايزه توصلي له، فانت مستمره حتى لو مش بالطريقه اللي انت حطاها لنفسك. اهم حاجه انك تكوني مستمره. الحاجة التالتة ان احنا لازم نكون عارفينها، ان يا جماعة بصوا، مفيش هدف من غير خطة. يعني وانا بحط اهدافي ما ينفعش ان انا مثلا انا النهاردة هدفي ان انا اتعلم انجليش واقرا 100 كتاب. طب ثواني، دلوقتي مثلا انا عايزة اتعلم انجليش، ازاي هحط الهدف ده من غير ما احط له خطة؟ يعني مثلا اقول لكم على حاجة، لو انا كتبت مثلا ان انا هدف ان انا عايزة اتعلم انجليش النهاردة، بصوا انا عندي دلوقتي شخصين، واحد كتب ان هو عايز يتعلم انجليش السنه دي، وواحد تاني كتب ان هو عايز يتعلم انجليش السنه دي، لكن هيتعلم بطرق معينه. هيتعلم عن طريق ان هو مثلا يشوف منصه على جوجل، عن طريق ان هو هيشوف فيديوهات على يوتيوب كذا كذا كذا، عن طريق ان هو هيبدا المستويات A1 هيقعد فيه اسبوع، A2 هيقعد فيه اسبوع، وهكذا. ايه الفرق بين الاتنين دول؟ الفرق ان ده عمل من غير خطه مستني ان هو ينجح، وده عمل بخطه. مش شرط ان ده خطته تنجح، لكن على الاقل هو شايف طريقه، شايف هو هيمشي ازاي، عارف هو هيحتاج بنزين قد ايه، هيقف امتى، هيعمل ايه. لكن التاني هو مش شايف الوجهة اللي هو رايحها اصلا، هو بس حاطط هدف ويلا بقى. يعني مثلا هو انا ينفع اقول انا مثلا انا عايزه اسافر امريكا، هسافر امريكا ازاي من غير مركب طياره واجيب تاشيره واعمل فيزا؟ فكل الحاجات دي خطط للسفر، يعني لازم يبقى عندي خطه عشان اقدر ان انا اروح المكان ده. ما ينفعش ان انا اقول بس او ماشيه كده على الله، فاهميني؟ بس والحاجه بقى اللي هتخلينا نعمل التلاتة دول عشان نوصل لاهدافنا، هو حاجه مهمه جدا يا جماعه، لازم تبقوا كلكم عارفين: سكتم بكتم. المبدأ ده لازم يكون عند اي بني ادم في حياته، سكتم بكتم. اي خطوة نجاح، اي خطوة نوع من التقدم، اي نوع من التطور، سكتم بكتم خالص. ليه بقى؟ بصوا يا جماعة، انتوا كل ما تقولوا لحد على خطوة نجاح انتوا عملتوها، يعني ده بيقلل من النجاح ده. مش عشان اللي قدامكم وحش او اللي قدامكم شال منكم، لا مش شرط في كل الاوقات يبقى كده، لكن احنا بطبيعتنا كبشر، احنا لما بنشوف حد عمل حاجة حلوة بنبقى عايزين نعمل زيه ونتطلع ومش عارفة ايه والكلام ده، فاحنا ممكن من غير قضية نحسده. فالسكوت هو حماية للنجاح اللي احنا عايزين نعمله، لحد ما على الاقل الحاجة دي تخلص او ننجح فيها. مش معنى كده ان انا مثلا كل ما افشل اروح اقول للناس ان انا فاشله، كل ما انجح اسكت، لا بلاش شغل الخبز. لكن على الاقل خطوات النجاح بتاعتك او بتاعتك لازم تبقى انتم مش معرفينها لحد، وفي نفس الوقت فشلكوا في سركم برضو، مش شرط يكون في سركم، لكن ما تفهموش الناس انكم ضايعين بقى والجو ده، فاهميني صح؟ بس كده. طب ثواني بقى، انا دلوقتي عندي مشكله، انا كنور عندي مشكله، وانا متاكده ان 50% او 60% من اللي بيتفرجوا على الفيديو ده عندهم نفس المشكله، يمكن اكتر من النسبه اللي انا قلتها كمان. ان احنا بنحط اهدافنا وبنحط الخطط، لكن ممكن مثلا نقعد على الاهداف والخطط دي لمده مثلا 10 ايام من اول السنه، لكن ما بنقدرش نكمل على نفس الطريق اللي احنا عايزينه. فده يبقى حله ايه؟ بصوا يا جماعه، انا عندي سبب ان انا نزلت الفيديو ده في شهر 12 يوم 2 تقريبا او حاجه زي كده. انا عندي سبب للوقت ده. ليه ما نزلتهوش يوم ليله راس السنه مثلا؟ انا هقول لكم ليه. عشان تبني اي عاده في حياتك، او لازم تبنيها في 21 يوم. انت في 21 يوم لو انت عملتي العاده اللي انت نفسك تعمليها، خلاص العاده دي بتتثبت. وهي دي وظيفة شهر 12. احنا مش هنستنى شهر 12 كله نايمين بعدين هنيجي اول السنة نبدأ نحقق اهدافنا، لا مستحيل. فشهر 12 هيكون بروفا ل2026 كلها. هنستغل من شهر 12 21 يوم نبدأ ان احنا نعمل العادات اللي احنا عايزينها. يعني مثلا هبدأ اتعلم انجليش لمدة نص ساعة كل يوم لحد شهر 12. هبدأ ان انا اصلي كل صلواتي فروضها في وقتها لحد شهر 12. هبدأ ان انا مثلا اعمل كذا كذا لحد ما شهر 12 يخلص. كده هنكون داخلين 2026 واحنا متعودين على كل الحاجات اللي احنا عايزين نمشي عليها. اصلا احنا مش لسه هنبدأ من اول وجديد، لا احنا متعودين والحاجات بقت عادات في يومنا. بس كده. وعشان نكون نقفل الفيديو بحاجة كويسة، بصوا يا جماعة، من ضمن الحاجات اللي ممكن تديكوا كل اللي نفسكم فيه في حياتكم هو العطاء. انت لما بتدي حد حاجة، ولما بقول حاجة مش شرط تكون فلوس اديتها لحد فقير او مثلا مساعدة مادية او حاجة زي كده، لا، تدي كلمة حلوة، تدي معلومة حلوة، تدي نصيحة حلوة،
ده كله من العطاء وبيترد لنا 1000 مرة بعد كده. كده نكون خلصنا الفيديو. اتمنى انكم تكونوا استفدتم واستمتعتم، واتمنى السنه دي تكون سنه تحقيق الاحلام، سنه تحقيق الاهداف، سنه جميله ان شاء الله وحلوه علينا كلنا. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت وكل حاجه، واستنوني الفيديو الجاي. باي.